من اهم واسهل وصفات ونواعم العيد الغريبة. سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش معانا وقت، وبثلاث مكونات بس هتعملي غريبة دايبة دوب كده زي ما انت شايفة. احلى كتير ما بتجيبيها من المحلات، بتبقى باسعار خيالية. هنعملها بثلاث مكونات بس. مش لازم يبقى عندي عجان عشان اعمل غريبة زي المحلات الكبيرة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبثلاث مكونات بس. اول حاجة الغريبة بتاعتي 3-2-1، يعني كيلو من الدقيق، 500 جرام من السمنة البلدي الغريبة يعني سمنة بلدي، و250 جرام من السكر البودرة. انا السكر البودرة عملته في البيت، ضربته في البيت، بيبقى احسن كتير ما بتشتريه من بره. هحط السمنة طبعا تكون متلجة طالعة من التلاجة وتكون مجمدة. هحطها كده على السكر وهبتدي هضربها بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى لونها فاتح وتبقى بيضة خالص زي الشمعة زي ما انت شايفة كده. هفضل اضرب فيها كده الغريبة، يعني تتضرب جامد جدا جدا كمان. لازم تضربيها لحد ما تبقى كريمية جدا وتبقى لونها فاتح بالشكل ده. اللون الاصفر بتاع السمنة بيبقى مش موجود خالص. بعد كده بجيب كيلو من الدقيق. الدقيق ده مخصص للكحك. الجلوتين بتاعه بيبقى 72%، دي اهم حاجة. بعد كده بضيف الدقيق. ضفت الدقيق، ممكن تفضلي تعجني فيها بالمضرب، بتغيري السكينة بتاعته المضرب بتاعه للمضارب بتاع العجان. ممكن تعمليها على ايدك، تفسيها على ايدك كده في بطن ايدك لحد ما تبقى ناعمة وتبقى ملزقة بالشكل ده. شايفين القوام بتاعها اختلف تماما قبل ما اعجنها او اعجنها بايدي. وبعد ما عجنتها تقريبا كده ربع ساعة على ايدي، على بطن ايدي، باخد جزء جزء وابتدي ان انا اعجن فيه كويس جدا لحد ما بتبقى كريمية كده. بمسك كده قطعة واكورها وبضغط عليها كده بصباعي، ما بتشققش معايا. بعد كده بقى على طول بنخبز الغريبة، ما بنريحهاش خالص، بغطيها كده وابتدي كده اجيب جزء كده وابتدي الغريبة. تقريبا الغريبية من 8 جرام ل 10 جرام، مش اكتر من كده. بعد كده بجيب الصاج بتاعي بدون ما ادهنه اي حاجه خالص، وابتدي بقى بعمل مع الغريبه بكورها بالشكل ده. كل ما تبقى الغريبات صغيره بتبقى طعمها حلو جدا، على يعني بتبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت بتبقى على قد قطمه البق بس. بخلص كل الكميه. وعندك مكسرات بتحطي، عندك اللولي بتاع الحلويات ده بتحطيه عليها. ممكن تسيبيها ساده زي ما انت عاوزه، التزيين بتاعك على حسب ما انت عاوزه. عندي كده مكسرات عين جمل، ابتديت ان انا اجرشه. وبعد كده ابتديت احط جزء كده بسيط في كل قريبايه بالشكل ده، واكون مولعه الفرن على درجه 180. ما بتقعدش اكتر من 8 ل 10 دقايق بالظبط. 8 دقايق و10 دقايق بالكتير على درجه حراره من 170 ل 180. ولازم تطلع لونها ابيض من تحت بالشكل ده زي ما هي. مجرد ان هي بتخش وتطلع بس سوا بسيط خالص لمده 10 دقايق. شايفين بتبقى بيضة من تحت خالص زي الشمعة. هوريكم واحدة خدت مني كده لون بسيط، لون اصفر. دي نشفت معايا شوية، ودي خدت بالي منها. شايفين اللون؟ لازم تبقى بيضة قشطة. لو اخدت منك حتى لو لون بسيط اصفر بتنشف معاكي. شايفين دايبة معاكي ازاي، معايا ازاي؟ بجد سهلة وبسيطة. وبكيلو دي عملت كمية كبيرة جدا وفي وقت صغير جدا. شايفين الشكل بتاعها، لونها بيضة زي الشمعة وطعمها رهيب. يا رب النهاردة تكون الوصفة عجبتكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.